عزيزي الواتشر، عزيزتي الواتشرايه، تفتكر محتاج تتعلم ايه اكتر؟ امريكان اكسنت ولا بريتش اكسنت؟ ووتر ولا واتر؟ وانا كمدربه انجليزي بدرس بالامريكان اكسنت ودرست حوالي 90,000 طالب حوالين العالم، بقولك لا دي ولا دي. يعني ايه الكلام ده؟ زي ما بقولك كده، الاكسنت مش مهم على قد ما انت المهم ان انت تتكلم انجليزي. وفي الاخر لما تسافر بره هتكتشف ان اي حد لغته الاولى مش انجليزي مش شاغل باله بالكلام ده خالص. اهم حاجه ان هو يكون بيعرف فعلا يتكلم، وكلامه طبعا لازم يكون مفهوم، وركز وقته في ان هو يتدرب على الكلام ويتعلم الكلام اكتر من ان هو يتدرب على النطق، سواء كان امريكان ولا بريتش. ويمكن كمان تقفش جنسيه الشخص من الانجليزي بتاعه وطريقه نطقه. طيب السؤال هنا، هل ده معناه ان الاكسنت مش مهمه؟ اطلاقا عزيزي البوتشر، ده انا نفسي اللي بدرس بستخدم الامريكان اكسنت، والفيديوهات اللي جايه هعلمكم تتكلموا فيها بالانجليزي في اسرع وقت هتكون برضو بالامريكان اكسنت. وحتى كتاب اهم 6000 جمله في الانجليزي فيه QR كود ازاي تنطق كل الكلام اللي موجود في الكتاب بالامريكان اكسنت. امال ايه التناقض ده؟ بالعكس يا عزيزي، ده معناه ان انا محايده وعايزه فعلا